على الرجل الاستراتيجي التي ألحت بتقرأ على وترددت على المشاهدين، وأنا منصب بشكل رسمي. المساعدة القضائية كانت يروج حولها، ولكن أنا لما اقتنعت بأعازره بعد الاستفزاز الذي سمعناه في ذلك الفيديو أنا يسب المحامون. كان عندنا كلنا عندنا هذاك التحسس، لكن عندما لاحظنا أن خرج واعتذر وقال أن تم اقتطاع من الفيديو ديالو حيث أن تحتاج إلى مشكور، فإنني اقتنعت أن ما دامت أنه ليس له شكاية مباشرة مع أي محامي، وبأن الجمعية استغنت عن أي متابعة هيئة الطالبات، وبما أن المهنة كبيرة تترفع على هذه المسألة، خصوصا عندما يستنجد بك المواطن ولو عتاد المجرمين، فإن المهنة من القصد باش نديروا هذه الخدمة وباش نحيوا الدفاع حتى في إطار المساعدة القضائية، حتى من جرائم الإبادة البشرية لهم الحق في مؤازرة عن طريق المحكمة. هذه القضية دفعا لكل نفس للزملاء ورفعا للإحراج اتصلت بالمؤسسة في شخص السيد النقيب الذي كان هو بدوره متشبعا بالقانون ولم يتردد. قال لي نوب يا أستاذ أنه هذه حقوق الدفاع وليس هناك أي حرج، ولا إذا لم تكن تنوب يمكن التعيين في إطار المساعدة ما دام أنه أمام الجلسة ويتشبث بالمحامي كما كان هذا الشخص أنه لا يحب المحامون ولا له مشاكل مع المحامون، لما تشبث أنه أن يؤازر